عقب الموت أمس الفنان الكويتي عبد الوهاب الدوسري الذي اشتهر بشخصية أم جسوم، وانطلق في أوائل الستينات من القرن الماضي في الفن الكويتي، وشارك في المسلسلات الاجتماعية الكوميدية التلفزيونية والإذاعية. ومن أبرز أعماله الفنية عائلة أبو جسوم ودرب الزلق واللي مال أول مال تالي، وأيضا مثل مسرحية هبان الشاسة. ويعتبر الفنان عبد الوهاب الدوسري من الفنانين الرائدين في التلفزيون الكويتي، حيث ولد في عام 1944 وكانت وفاته في 21 من يوليو عام 2017 عن عمر يناهز 73 سنة.